طبعا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات عن الكلاب لان بقالي فتره ما عنديش كلاب. وقبل اي حاجه احب اقول لكم ان احنا وصلنا 9000 اخ واخت على التشانل. انا ما كنتش طبعا متوقع ان انا اوصل الرقم ده اصلا، لان المفروض انا بدات اليوتيوب بدري، ما بداتوش من وقت ما كنت معروف ومشهور حتى في مجال الكلاب. الحمد لله ويا ربنا كرم وبقوا 9000 عقبال ما يبقوا 100000. طبعا ده في الاحلام يعني. فالمهم انا بقالي كتير ما نزلش فيديوهات عن الكلاب، فانا النهارده قررت انزل لكم فيديو بخصوص ان الكلبه اللي بتاكل اطفال عيالها يعني جراويها ايه السبب وازاي تتجنب الحوار ده كله. فتابع معايا الفيديو هيفيدك باذن الله. متنساش تعمل طبعا لايك وسبسكرايب، تكتب لي كومنت حلو ازيك ونبتدي بقى باهم الاسباب. لما بتيجي تخلي لما بتيجي تتجوز الكلبه وكده، في ناس كتير بتشتكي ان بعد ما الكلبه بتولد الكلبه بتاكل جراويها تاني. هو مش عارف السبب لانه ما عندوش الخبره الكافيه او مش عارف ليه عملت كده. الموضوع ده بيبقى الموضوع ده بيبقى نتيجة خوف الكلبة على جراويها، فهي من خوفها عليها بترجعهم بطنها تاني. في اسباب كتير بتخليها كده تعمل اللقطة دي يعني. اول سبب لو هي حاسة بدوشة في المكان اللي هي مخلفة فيه، ولو هي حاسة بشخص غريب دخل على المكان اللي هي مخلفة فيه، ولو في كلب قريب منها في نفس المكان اللي هي برضه مخلفة فيه، لو في اكتر من طفل او حد بيرخم عليها برضه مخلفة، بتخليها برضو انها تاكل قضي عيالها. ما عندهاش الخبره الكافيه واول مره تولد دي ممكن تعملها. جيت تنقلها في اخر ايام ولادتها وما حطهاش في المكان المهيأ اللي هي كانت. هي الكلبه لما بتيجي تولد، كنت انا حتى متكلم على فيديوهين قبل كده اللي هو تجهيز المكان للنتايه، واللي هو بتعرف ازاي انها حامل. يعني لما بتيجي انت في اخر ايامها مثلا ال 55 او ال 54 او سي مثلا ال 59، وجيت نقلتها مره واحده لمكان تاني، الكلبه اصلا بتبقى مظبطه من الشن على مكان معين انها تخلف فيه. فلما انت بتيجي تنقلها مره واحده لمكان تاني بيجي لها ايرور في مخها اللي هو لا انا عايز اخلف في المكان اللي انا كنت فيه، فبتتشتت. فبالتالي بتلاقيها مثلا مش عايز ترضعهم، بتبتدي تاكلهم، بتدوس عليهم، هي يعني مشتته بقى في الوقت ده. فانت حاول يعني اخر 10 ايام تحطها في المكان اللي هي المفروض تولد فيه عشان تتجنب يعني انها تموت جراويها وكده. حاول تبعدها عن مكان ما يكونش فيه دوشه. حاول تبعد عنها اي حد غريب ما يعرفهاش او يجي يبص عليها لان ده غلط. اي كلاب لو معاك في كذا كلب في نفس المكان اللي هي فيه ده، حاول تبعدوا عنها الفتره دي. يعني الفتره اللي هي هتولد فيها عدي بس اول 10 ايام. عديت اول 10 ايام من الخلفه كل حاجه بقت تمام. تجنب كل الحاجات دي كلها عمرها ما يعني في كلاب كتيره كانت بتاكل جراويها في الاول خلفه، بعد كده بطلت تعملها لان هي الفكره كلها المشكله كانت عندها اتحلت. ايا كان بقى دوشه جنب المكان، كلاب تانية معرفش مين ما عندهاش الخبره الكافيه. المفروض انت في اول 3 ايام بتبقى قاعد جنب منها، دست على جرو تاخده تحطه على صدرها. مش خايفه في كلاب بتخاف من الجراوي. يعني في كلبه بتولد وبتخاف من جراويها، هي مش فاهمه ايه ده، اللي هو يا جماعه انتوا فاجئتوني والله ما كنتش عامل حساب اخلف. فلا يعني الموضوع سلس، بس لو اتفهم بيبقى الموضوع اسهل بكتير. طبعا انا كتير مقصر في حوار فيديوهات الكلاب، تقول لي بس ارجع رب كلاب تاني. انتوا شايفين اسعار عامله ازاي والدنيا خربانه حتى في الاكل. فربنا يسترها يعني ونظبطها باذن الله. واشوفكم الفيديو الجاي. اتمنى الفيديو عجبك، تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي.